السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم في حلقة معانا النهاردة. اتكلمنا قبل كده عن الإسهال وعرفنا الأدوية اللي بنستخدمها في الإسهال. حديثنا اليوم إن شاء الله هنتكلم فيه عن الإمساك، وهنتكلم فيه عن الأعراض اللي بتحصل في حالة الإمساك وإمتى بتحصل، وكمان هنستخدم عن علاجها بسهولة وهي أنسب الطرق لعلاج الإمساك. اجيب له ميه سخنه يا دكتور، والله مش عارف. بداية حابين نعرف إيه هو الإمساك. الإمساك ببساطة شديدة جدا هو عبارة عن ديكريز للموتيليتي بتاعة الانتستين. يعني الكلام دوت يعني بقلل الحركة بتاعة الأمعاء لها حركة معينة في الانقباض وفي الانبساط. المرة اللي فاتت لما اتكلمنا عن الإسهال قلنا ساعتها إن حركة الأمعاء فيها سريعة وبالتالي بيحصل إسهال معي. المرة دي بقى عكس الكلام ده تماما، حركة الأمعاء بتاعتي قليلة وضعيفة جدا، مش قادرة تطلع الفضلات بره او البراز بمعنى اصح تطلعه خارج الجسم، وبالتالي بيحصل عندك الامساك. طيب السؤال هنا، الامساك ده بيحصل امتى؟ زي ما قلنا بيحصل في حاله ان الحركه بتاعه الامعاء بتكون ضعيفه معاك. طيب ده بيحصل امتى برضو؟ بيحصل في حالات معينه. زي ايه؟ واحد اكل جوافه واكل البذره بتاعه الجوافه، بعد شويه هيحصل له انسداد وهيبص يلاقي عنده امساك مزمن او امساك شديد معاه. طيب في حالات تانية برضو في حالة الحمل بيحصل امساك معايا. طيب في حالة تانية برضو بعد الولادة بيحصل امساك شديد معايا نتيجة لقلة حركة الأمعاء معايا. في مرضى السكر بيحصل برضو معايا الامساك. يبقى إذا في حالات كتير جدا منتشرة في حالات الامساك، ممكن بدون سبب ممكن بدون سبب معايا. برضو من ضمن الاسباب بتاعه الامساك معايا اللي هي انك ما بتاكلش الالياف او ما بتاكلش الفاكهه اللي بتحتوي على الالياف. عندي حاجه اسمها الالياف اللي بنسميها الفايبرز. الالياف ديت هي المسؤوله عن يبقى عندي ووترز، يبقى عندي ميه موجوده في جدار الامعاء او موجوده في الامعاء معايا. لو الميه دي قلت معايا هيحصل عندي البراز هيمسك معايا وهينشف ومش هيعرف يطلع بره الجسم. يبقى اذا ببساطه كده عرفنا ايه هو السبب الرئيسي اللي بيحصل للامساك. طيب وبرضو تعرف انت امتى عندك امساك. والله المفروض الطبيعي في اليوم تتبرص من 1 إلى 3 مرات في اليوم. طيب امتى بقى اقول انت عندك امساك فعلا، امساك شديد؟ لو انت ما تبرصتش في الاسبوع من 2 إلى 3 مرات، يعني 3 مرات في الاسبوع يكفوا معاك في حاله التبرص. لو انت تبرصت بكميه اقل من دي او ما تبرصتش خالص خلال اسبوع يبقى اقدر اقول انت عندك كده امساك شديد خالص او امساك مزمن معاك. طيب برضو من اسباب الحاجات اللي بتعمل امساك معايا كتر استخدام المولينات على طول باستمرار ممكن يؤدي معاك الى الامساك الشديد. تمام، يبقى انت تعرف الحاجات دي نستخدمها بس للضروره القصوى او بنعالج العرض اللي معايا بس عشان الدنيا تمشي معايا. يبقى عندي بقى العلاج بتاعه بينقسم الى كذا حاجه. يعني ايه بينقسم الى كذا حاجه؟ بمعنى اصح شويه هنقسمه من حيث المده بتاعه العلاج بتاعته. بمعنى تاني برضو ان انا مثلا عندي امساك شديد ومش قادر، هموت خلاص، هيحصل له انسداد معوي، هيعمل ايه؟ يبقى مش قدامي اللي هو اسرع حل، الا وهو الحقنه الشرجيه اللي بنسميها الانيماكس. الانيماكس عباره عن حقنه شرجيه سريعه المفعول جدا، بتشتغل بعد 5 إلى 10 دقائق على طول. بتخشها عن طريق او بتعملها عن طريق فتحه الشرج، تدخل السائل اللي فيها وبالتالي بيحصل لك على طول اسهال وتلاقي الدنيا سلكت معاك على طول بعد من 5 إلى 10 دقائق. ولكن عيب الانيماكس شويه بقول لك يعني ما بفضلش في حالات الحمل والرضاعه، ما بنستخدموش معانا يعني الا في الحالات الضروريه القصوى. يبقى اول دواء معانا النهارده هو الانيماكس. هو عباره عن حقنه شرجيه بستخدمها في الحالات القصوى وفي الحالات اللي انا عاوز فيها سرعه في الاداء شديده جدا من 5 الى 10 دقائق. بعد كده برضو في موضوع السرعه معايا دواء امن وسريع في نفس الوقت، الا وهو الجليسرين. والجليسرين بينقسم الى نوعين، في منه اطفال وفي منه كبار. طيب امتى ده استخدمه؟ بيستخدم عادي للاطفال، باخد حقنه واحده شرجيه في اليوم عند اللزوم، وبرده كذلك الامر في الكبار. طيب ده امن في الحمل؟ امن في الحمل. امن في الرضاعه؟ امن في الرضاعه. يبقى اذا الجليسرين ده برده حاجه سريعه معايا في المفعول بعد الاناماكس على طول، مفعولها سريع واسرع من الحاجات اللي هنقولها بعد شويه. يبقى احنا واخدينها بالتدريج كده من الاسرع الى الابطا. يبقى تاني حاجه معايا في السرعه الجليسرين، وكمان الجليسرين امن في حاله الحمل وفي حاله الرضاعه، ولكن نستخدمه برضه بحذر شويه، مش بكميات كبيره، بنستخدمه مثلا مره ولا حاجه في اليوم او عند الضروره القصوى معايا عشان برضه كتره ما نخشش في مشاكل ثانيه هنعرفها كمان شويه. الحمام فين؟ ايوه لكن صدق خليك في حالك. من هنا اتفضل.
بعد كده معايا دواء نقط، والنقط برضه بستخدمه هنا بقى للاطفال وللكبار. تعالوا معايا نشوف البيكولاكس برضه. البيكولاكس نقط من الحاجات السريعه اللي بتشتغل برضه من 6 الى 12 ساعه معايا، يعتبر ده سريع الى حد ما. البيكولاكس برضه ملحوظه لا يستخدم للاطفال اقل من 4 سنوات، يبقى ده اول ملحوظه عندك في البيكولاكس. طيب البيكولاكس من بعد 4 سنوات لغايه مثلا 10 سنوات او 12 سنه هستخدم ايه؟ هستخدم من 5 هستخدم من 5 الى 10 نقط، وممكن يوصلوا كمان ل 12 نقطه عادي، مفيش مشكله معايا، مره واحده في اليوم بالليل. طيب لو واحد كبير معايا بقى بالغ خلاص ادلت، يعني بنسميه عندنا في المجال الطبي الادلت اللي هو الانسان البالغ، بستخدم معايا من 15 الى 30 نقطه، بجيبهم على كوبايه ميه او في عصير مثلا وبشربهم بالليل، بيشتغل الدواء معايا من بعدها من 6 الى 12 ساعه. والبيكولاكس برضو امن في حاله الحمل وحاله الرضاعه. بعد كده عندي دواء المينالاكس. المينالاكس من الادويه الجميله جدا وبرضو الامنه في حاله الحمل وحاله الرضاعه. طيب المينالاكس بستخدمه امتى؟ بستخدمه والله بالليل لو واحد كبير، بستخدمه قرصين بالليل قبل النوم. طيب لو واحد صغير عنده مثلا 7 سنين او 8 سنين، ده مش هستخدمه اقل من 7 سنين او 6 سنين، مش هستخدمه معاه. طيب هياخد قرص قد ايه بقى؟ اللي هو الطفل الصغير ده اللي عنده 6 سنين لغايه مثلا 12 سنه ولا حاجه، هياخد قرص واحد بس في اليوم قبل النوم. طيب لو واحد كبير هياخد قرصين قبل النوم، وده بيشتغل برضو من تقريبا من 6 او 8 ساعات الى 12 ساعه. طيب بعد ما اتكلمنا عن المينالاكس نخش بقى على السينالاكس. السينالاكس من الادويه الفعاله في حالات الامساك، ولكن له عيب شديد او عيب خطير، انه لا يستخدم لا في حالات الحمل ولا في حالات الرضاعه، ممنوع منعا باتا. بستخدمه قد ايه؟ ممكن استخدم من قرصين الى 3 اقراص في اليوم، مفيش اي مشكله معايا، ولكن لازم اخد بالي من موضوع الحمل والرضاعه ده، لان الدواء ده ممنوع منعا باتا في حاله الحمل والرضاعه. بعد كده عندي الحاجه اسمها ايدجولاكس. ايدجولاكس عباره عن اكياس بتزيد او بتعمل معايا ايه؟ اجريجيشن للميه، بتجمع لي الميه عندي في الامعاء، وبالتالي هتسهل من خروج الفضلات خارج الجسم معايا. الايدجولاكس عباره عن اكياس، الاكياس دي هتجيب الكيس معايا وهتحطه على كوبايه ميه وتقلبه وتشربه. خلي بالك الاكياس دي لا تنضج معاه، هتجيبها زي ما هي تحطها في الميه وتشرب، تستنى شويه، هيشتغل برده من 6 ساعات الى 12 ساعه. وبالتالي الايدجولاكس ده من الحاجات برده اللي بعتبرها الى حد ما سريعه. انا رايح الحمام، ما انا لازم اروح الحمام، دي حاجه يعني مش مهم نتفق عليها، بتيجي بظروفها كده يعني، لازم اروح الحمام. تعالوا بقى نخش على اهم واحد فيهم بالنسبه لي، والدواء المفضل بالنسبه لي عن الادويه اللي عدت دي كلها، الا وهو اللاكتيولوز. اللاكتيولوز الفعاليه بتاعته نفس الفعاليه بتاعه الايدجولاكس بالظبط، وشبيهه بالادويه السابقه برضو في زياده الووتر كونتيننت داخل الانتستين، داخل جدار الامعاء معايا، بزود الميه معايا. طيب اللاكتيولوز ده بقى دواء جميل جدا وفعال جدا لكل الاعمار وكمان لكل الناس. يعني لو واحده حامل هتاخد لاكتيلوز تاخد لاكتيلوز، واحده بترضع تاخد لاكتيلوز تاخد لاكتيلوز، واحد عنده ضغط ياخد لاكتيلوز، طفل صغير ياخد لاكتيلوز. بس الفرق هنا معايا بس في الجرعات. واللاكتيلوز ده الماده الفعاله بتاعتي اللي هي اللاكتيولوز ديت، ماشي، زي ما قلنا بتعمل تجميع للميه معايا، تجمع الميه من جميع اجزاء الجسم وتوديها في الامعاء عشان يحصل بلكي معايا والاكل يقدر يطلع بره الجسم. هو انت قلت ايه انت ولا عملت ايه انت ولا انت قلت ايه ولا عملوا لك ايه انت؟ قاعد يقول الكلام اللي احنا مش عارفين نقوله كده ولا؟ اللاكتيلوز ده في منه انواع او في منه شركات، اللاكتيلوز والسيلاك واللاكزولاك، وكمان عندي الدوفلاك. يبقى عندي له انواع كتير، اي واحد منهم يمشي، اي واحد منهم يمشي. طيب بستخدمه كم مره في اليوم؟ والله اقدر استخدمه لغايه 3 مرات في اليوم. تعالوا نقسمها تدريجيا كده. لو طفل اقل من سنه هياخد قد ايه في اليوم؟ هياخد 5 سم في اليوم، اقسمهم على مرتين يعني هياخد 2 سم ونص و2 سم ونص. بعد الاكل او قبل الاكل مش هتفرق معايا. يبقى ده اول حاجه، يبقى بدانا من السنه. طيب بعد السنه، من سنه لغايه 6 سنوات هياخد قد ايه؟ هياخد من 5 الى 10 سم في اليوم، يعني هياخد 5 ياخد 5. طيب بعد كده بقى من 7 سنين بقى لغايه 12 هياخد لغايه 15 سم في اليوم، يعني هياخد 7 سم ونص و7 سم ونص. بعد كده بقى اللي هم الادلت اللي هم الناس البالغين او الناس الكبار بمعنى اصح، هياخد قد ايه؟ هياخد 15 سم الى 30 سم في اليوم، يعني هياخد 15 سم و15 سم. 15 سم ما يقرب من معلقتين ونص كده، او هتاخد غطيين بمعنى اصح، يعني عشان ايه؟ تكون الدنيا بسيطه معاك. طيب اللاكتيلوز ده عيبه في ايه؟ او يعني بمعنى اصح مش هنقول عيبه،
يعني هنقول مشكلته في ايه، مشكله بسيطه قد كده، ان الفتره بتاعته عشان تشتغل محتاجه وقت معايا طويل من 24 الى 48 ساعه، ودي طبعا هتسبب لي مشكله مع المريض اللي انا هبقى افضل عندي امساك يومين، دي طبعا مشكله كبيره جدا. ولكن اللاكتيلوز نستخدمه مع الناس اللي عندها بيبقى امساك مزمن او امساك لفتره طويله، فبديله لاكتيلوز عشان يقعد معايا فتره طويله. ممكن استخدمه مره او مرتين في اليوم، من الادويه الفعاله جدا جدا والامنه لكل الاعمار ولكل الناس، من الدواء المفضل الى قلبي. الله اكبر عليك، ايه الحلاوه دي، ايه الحلاوه دي. بكده نكون يعني جمعنا معظم او 3/4 الادويه بتاعه الامساك الموجوده في الصيدليه، وعرفنا الادويه المسموحه في الحمل ايه والممنوعه في الحمل ايه، والادويه اللي ينفع اديها للصغار ايه واللي ينفع اديها للكبار ايه، والجرعات ناخدها ازاي وبناخدها كم مره وناخدها امتى. كل الحاجات دي مهمه جدا تركزوا فيها وتاخدوا بالكم منها جدا وانتوا بتاخدوا الدواء. واتمنى تكونوا استفدتوا من الفيديو. لو عجبكم الفيديو وعجبكم المحتوى اللي احنا بنقدمه، اتمنى تشتركوا عندي في القناه ان شاء الله عشان يوصل المحتوى لكل الناس، وتشاركوا محتوايا برضو، وتدعموني ان شاء الله في الفيديوهات عشان اواصل معاكم في مزيد من الفيديوهات. اشكركم على حسن المتابعه، ولا تنسوني من صالح دعائكم، ونستودعكم الله، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.